النتيجة الطبيعية لده اغتيال يوليوس قيصر في نفس اليوم اللي قرر ان يعلن فيه روما مملكة وهو ملك متوج ومعاه كليوباترا ملكة متوجة. تم اغتياله على يد اقرب اعوانه، والقصة دي طبعا كتب عنها بتوع الادب وشبعوا كتاب عنها، منهم شكسبير. العبارة الشهيرة حتى انت يا بروتس، العبارة الشهيرة ليه؟ لان كان بروتس من ضمن الأعوان المقربين جدا من يوليوس قيصر، وكانت طبعا السكينة التي تمتد لقتل يوليوس قيصر كان بيد أقرب أعوانه وأقرب أحبائه، هم اللي قتلوه. بعدها أوكتافيوس طلب من أنطونيوس ينزل يخلص. خلصنا من مصر وقصتها، انزل خلص. أنطونيوس راح في رحلة لمصر يضمها تحت حكم الرومان. يا دي المصيبة السوداء، ظهرت لي كليوباترا جايبه معاها بعض الجواري وقاعده في مركبه، والملابس بقى مش قادر اتكلم طبعا، السياق ما يسمحش ان انا اقول كانت لابسه ايه. المهم انها تقريبا ما كانتش لابسه. ومجرد ما عينه وقعت على كليوباترا ساب قضيه بلاده وساب اللي هو جاي عشانه وساب فكره ضم مصر للرومان. حتى انت يا انطونيوس مفيش فايده، كل اللي يقدر يقع في نفس الغلط. وده طبعا طول من امد حكم كليوباترا ملكه على مصر.